وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من الناس وللناس. زي ما تعودتوا معانا إن احنا بنعرض ونناقش كل قضايا اللي تهم سواء المواطن البسيط أو بصفة عامة كل مشاكل المواطنين المصريين اللي بتهم الشارع وشغل الرأي العام. النهاردة موضوعنا عن المعلم ورواتب المعلمين واحترام المعلم وقيمة المعلم والرسالة اللي بيأديها المعلم. طبعا بتنضم لينا النهاردة زميلتنا برضو الإعلامية أستاذة شروق صلاح، بنرحب بيها. أهلا أستاذة شروق. أهلا أستاذة. منورة البرنامج. والأستاذة شروق طبعا هتبدأ هي، على أن هي طبعا في السن الحالي عاشت الفترة بتاع الجيل ده اللي هو بيعاصر المعلمين حاليا، فهتتكلم عن نقاط مهمة جدا حاصلة حاليا. اتفضل يا استاذة شروق. أهم نقطة هنبتدي فيها هي نقطة احترام المدرس. يعني احنا بقينا الجيل بتاعنا والجيل اللي فات والأجيال اللي طالعة ما عندهاش خوف من المدرس أو صحيح. احترام للمدرس. بقت ما فيش اللي هو المدرس ده قدوة ليا أو إن ده بيعلمني فأنا احترمه. لا بالعكس، فبقى في دلوقتي شباب وبنات بتتعامل مع المدرس مثلا على ان هو واحد صاحبهم، الفاظ وكلام بالزبط. فالموضوع بقى زايد قوي. في كمان مدرسين بتبقى كبيره في السن بتستغرب هو ازاي الجيل ده بالطريقه دي. صحيح. والموضوع بيختلف تماما، يعني اجيال زمان مختلفه عن جيل النهارده. يعني زمان مثلا كان حضرتك مثلا تشوف مدرس له احترامه، يعني ممكن تبقى قاعد في المكان تقوم له. بالظبط. دلوقتي في طلبه تبقى شايفه المدرس معدي ممكن مثلا تقول لفظ مش لطيف، ممكن تتعامل معاه بسخريه. صحيح. ان ده مدرس بس عشان هو مدرس. صحيح، لان زمان كمان كان المعلم ليه وضع وليه قيمه اكتر من الاب نفسه عند الطالب. صح. يعني كان اصلا لما الطالب يروح البيت ويقول لابوه المعلم النهارده ضربنا او المدرس ضربنا عشان مش عامل الواجب او ما عرفتش حل المساله او ما ذاكرتش كويس او الكلام ده او ما جاوبت الصح، كان الاب بيقابل تاني يوم المدرس ويقول له ايه، اضربه تاني، اكسره وانا جبصه. والله كان ده بيحصل فعلا. النهارده لو الطالب روح البيت وقال لابوه المعلم بس شخط فيا ولا على صوته عليا الكلام ده، ممكن الاب يروح يمسك في المعلم جوه المدرسه قدام الطلبه كلها. لكن المعلم ده صاحب رساله عظيمه. المعلم هو اساس الاوطان. المعلمين دول هم اساس الاوطان، هم اللي بيطلعوا الجيل اللي بيخدم وطنه. الدكتور بيطلع من تحت ايد المعلم، الضابط بيطلع من تحت ايد المعلم، المستشار، القاضي، الصحفي، الاعلامي، المحامي، كل النماذج اللي احنا بنشوفها، حتى رجال الاعمال اللي هم ما خدوش مؤهلات عاليه وصل مثلا المؤهل متوسط ولا الكلام ده واشتغل بره، بيكون متاسس منين؟ من المعلم، من المدرس. المدرس هو اللي بيأسس الجيل ده. جيل الثمانينات والسبعينات والتسعينات في المعلمين والمدرسين ما تعوضش تاني. المعلم بتاع الثمانينات والتسعينات والسبعينات كان فعلا، لان الوقت ده كان الجهل مالي مصر، وزي ما بيقولوا العلم يرفع بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيوت العز والكرم. ففعلا العلم هو منارة الإنسان وهو منارة الأوطان وهو منارة الحياة. الإنسان اللي مش متعلم بيكون جاهل وغير مثقف وغايب عنه كل حاجة، حتى في الفكر وفي الذكاء بتاعه بيكون محدود لأنه مش متعلم. اللي يقول لك الدروس بتاخد من الأيام والأيام مدرسة والكلام ده، كل ده بتديك خبرة في الحياة، لكن العلم شيء تاني. العلم وتأسيس الطالب بيكون على ايد المعلم. المعلم لو ما كانش صح وأدى رسالته بمهنية وبأمانة، عمر الطالب ده حتى لو بقى دكتور هيكون ناجح في شغله. صح. وحضرتك برضو فتحت عينينا النقطة، وهي نقطة الأهل. يعني زمان كان الأب بيعرف ازاي هيتعامل مع المدرس، بيحترمه. صحيح. دلوقتي فعلا بقى في مشاكل كتير جدا، زي ان الطالب مد مثلا ايديه على مدرسه،
اب وقف جنب ابنه في حته ان هو غلطان. المشاكل دي كمان بقت مختلفه تماما عن اجيال زمان. ده صحيح. ده بسببه تقليل دراسة، يعني احنا خلاص ما بقاش نروح مدارس، كل اعتمادنا على دروس، فانا بشوف صاحبي فمعتبر ان الدنيا خلاص بقت فوضى شوية. ولا الاب مدي فرصة لابنه يعمل كده؟ لا، هو بيكون عيب الاهل الاول. الاهل برضو عليهم جزء كبير، لان كمان حتى لو المدرس بيشرح صح وبيأدي شغله صح، لو الطالب ده روح البيت ولقي اهله مفيش رعاية ليه ومفيش متابعة ليه، ما هو مش هيذاكر ولا هيقرا ولا هيعرف هو بيعمل ايه. ما هو برضه الشرح مش كفايه للتلميذ او الطالب في المدرسه بس، لازم ان الاسره يكون لها دور. وعشان كده بنقول ان العلم شيء عظيم. لو الاب والام مش متعلمين مش هيعرفوا يتابعوا اولادهم، مش هيعرفوا يذاكروا لهم، مش هيعرفوا يسمعوا لهم. حتى لو الابن نفسه راح وسأل والدته ولا ابوه على مثلا مساله مش عارف يحلها، او شيء مثلا وقف عنده مش عارف معناه ايه، جمله وقف عندها مش عارف معناها ايه، وسال ابوه والده عليها، مش هيعرف يجاوبه، مش هيعرف صح. يساعده. فكمان دي بتكون في سلبيات من الاهل، في سلبيات من الاهل اللي هو ما تخليش حد يكسر عينك، ما تخليش حد يشتمك، ما فيش حد وتشجيع من الاب. بالظبط. كمان رواتب المعلمين بصراحه، يعني نتخيل دلوقتي معلم بيأسس جيل عظيم وبيأسس جيل يطلع ويخدم بلده، والنهارده راتبه في ناس رواتبها 1500، ناس 2500، ناس 3000 جنيه. اكتر معلم بياخد 3000 جنيه. هل 3000 جنيه دي تخلي المعلم يعرف يشرح ويعرف يأدي شغله؟ 3000 جنيه دي تكفي اسره مثلا معلم عنده 3 اولاد او 4 اولاد ووالدتهم وهو يصرفوا الشهر كله مصاريف دراسيه، كشوفات، علاج، احتياجات يوميه، اكل، شرب، لبس، كل ده مش هتكفيه. النهارده المعلم لو ابن عنده محتاج عمليه لوز، ابسط شيء عمليه اللوز بتصرف 2000 جنيه او 2500، هو راتبه 3000 جنيه في الشهر. هو اصلا بيتداين وبيستدين، وبتلاقي بتاع السوبر ماركت ليه عنده فلوس، والجزار وبتاع الفراخ، فهو بيجيب الراتب من قبل ما يدخل جيبه، وفي بدايه الشهر بيكون طار منه. النهارده المعلم لما يكون رايح الفصل بتاعه والمدرسه عشان يشرح للتلاميذ، وعنده ابنه او بنته او مراته محتاجه عمليه بسيطه زي الزايده زي اللوز او الكلام ده، هل هو هيكون مركز ان هو يشرح؟ مش هيكون في تركيز منه، بيفكر ازاي يوفر الفلوس دي. يستلف من مين؟ طيب استلف من احمد واخد منه، استلف من الاستاذه شروق واخد منها. كل بس ده طبعا بيبقى في مدرس عنده القدره ان هو يفصل مشاكل بيته لشغله والطلبه. بالظبط، كلامك صحيح. في لكن دول زي اللي احنا قلنا عليهم، اللي هم مدرسين جيل السبعينات والثمانينات والتسعينات، لانهم نشأوا في ظروف صعبه، اتعلموا في الضلمه، كانوا بيذاكروا على اللمبه الفلاحي اللي هي لمبه الجاز، ما كانش بياخد مصروف، ما كانش فيه الكلام اللي حصل النهارده ده. لكن كل المعلمين اللي هي بدأت من 2000 والجاي دي كلها حضرت التكنولوجيا والنت وعصر السرعه واللبس النهارده بقت الدنيا شويه بقت، يعني مثلا مش بيلجأوا المدرسين اكتر ما بيلجأوا مثلا لاي حاجه ليها علاقه بالنت او السيرش بتاع الجوجل والكلام ده. فبقى ممكن اخد المعلومه من المدرس وما اثقش فيه مع ان ده المدرس بتاعي. صحيح. فدي برضو سببت مشاكل كتير. دي صحيح. كمان فرق المعلمين بتاع زمان، احنا كنا نشوف المعلم السنه كلها بيروح بلبس واحد، هي نفس البدله او القميص والبنطلون اللي لابسهم، بس كان ليه هيبه وليه قيمه وليه احترامه. كنا نشوف المعلم ماشي في الشارع، كنا نلف من الشارع التاني او نستخبى منه عشان ما يشوفناش. كان المعلم لو شاف طالب غلط بالليل في الشارع كان بيروح تاني يوم يطلعه وسط المدرسه كلها ويحاسبه ويعاقبه. النهارده ما فيش معلم من الجداد اللي هو الجيل الحديث ده، جيل الثمانينات حاليا، اللي هم مواليد الثمانينات اللي بقوا معلمين، ما فيش الكلام ده. لو معلم طلع طالب بره الفصل او زعج له ممكن يستناه بره ويضربه. ايوه، يمكن ده برضو سبب من الاسباب ان المعلم مثلا او المدرس اللي طالع جديد ده
الطالب شايفه قريب من سنه، فمثلا الطالب عنده عزة نفس شويه، لو ما صحيح. تتحكمش فيا، ما بالظبط تقولي فعلا بيشوفوها هو مش كده. فاهم ان ده مدرس، هو مش فاهم صحيح. السن. صحيح، او جاري او قريبي. ايوه، او وخصوصا مثلا لو المدرس ده مثلا لسه متخرج، دي برضو بتبقى مشكله. صحيح. وكمان في الثانوي لطلبه الثانويه بالظبط فعلا. والشباب، وان انت مثلا تشوف المدرس ده، لا يا عم ده قريب مني في السن، احترمه ايه، ويفضل يقلل منه مع ان ده مدرس. حتى في طلبة الكليات، كنت زمان لما يكون في حد صديقنا او صاحبنا مثلا في الكلية، يقول لك ايه لازم أنا احضر. طب ليه؟ يقول لك اصل الدكتور شديد، الدكتور صعب وممكن يسقطني، ممكن يغيبني، ممكن يحرمنا من الامتحان. النهارده مفيش الكلام ده. النهارده بيكون في الكليه وترن عليه تسال عليه تلاقيه سافر السعوديه وهو في الكليه. ما في الدكاتره اصلا، هو الدكتور مش عايزه يروح اصلا. يعني أيوة. الدكتور اللي بيديه المحاضرات هو مش عايزه يروح اصلا عشان يريح دماغه منه، ويروح اخر السنه ناجح وخلاص على كده. صح، احترام زمان سواء الدكتور او المدرس او اللي بيدرس لي او بيديني المعلومه مختلف تماما عن احترام النهارده. يمكن مشكلته زي ما احنا قلنا ان بقينا شايفين ان مثلا المدرس ده او المعيد ده قريب مني في السن. صحيح. فعندنا مثلا الجيل الجديد عنده عزة نفس شويه، هو مش قادر يفهم ان دي حاجه يعني ملهاش علاقه بعزه النفس. صحيح. اكتر ما لها علاقه بدراسه وتعليم وطريق انت ماشي فيه. تمام. لكن برضو نرجع ونقول ان رواتب المعلم بصراحه مش دي قيمه المعلم. يعني صح. مش ده الاجر اللي يستحقه المعلم اللي بيروح من الساعه 7 الصبح لغايه الساعه 2 يشرح وواقف على رجليه وعايزينه يأسس جيل محترم وجيل ناجح وجيل مجتهد ويخدم بلده، جيل وطني. كل ده حرام ان المعلم يكون اجره ملاليم. يعني كل الدول في العالم اكتر حاجة بتهتم بيها المعلم واجر المعلم. يعني في البرتغال اعلى رواتب في البرتغال هي رواتب المعلمين واجور المعلمين. من التأسيس. ابتدائي. صح. معلم ابتدائي في البرتغال بياخد راتب اكتر من الوزير، اعلى من الوزير. نفس القصة بنلاقي معلمين كتير بتلجأ للسفر للخارج للدول العربية. ليه؟ لأن هناك بيقدروهم. يعني صح. النهاردة لما دولة زي عمان أو الكويت أو الإمارات أو السعودية تطلب معلمين مصريين، ناس كتير عايزة تسافر. على فكرة لولا في عجز هنا في المعلمين مش كنتش هتلاقي ولا معلم هنا شغال في مصر في الوقت الحالي. لأن المعلم هنا يشتغل بالحصة بجنيه او ب2 جنيه. في معلم يقف يشرح حصه ساعه كامله بجنيه؟ مستحيل الكلام ده. النهارده وشرح ومناهده في الطالب كمان خصوصا لو هو بيشرح لتأسيس ناس لسه بادئه. بالظبط فعلا. وكمان بيكون كمان ايه مش متثبت، ده شغال بالحصه، يعني ملوش اي صفه، شغال تطوع كده بالحصه. يعني اللي بيديهوله ان مثلا جاء اخر الشهر اشتغل 30 حصه ب 60 جنيه ب 70 جنيه، مش بتكون لتعبه هو كمان، دي بتكون بدل مثلا بدل مواصلات، بدل تنقل، بدل الكلام ده. لكن هو اصلا ممكن يشتغل سنتين 3 وفي الاخر ما يتثبتش او ما يمضيش عقد. فالناس كلها دلوقتي بتلجأ لمين؟ بتلجأ للسفر في الخارج. الدول العربيه بتقدر المعلم، الدول العربية بتطلب معلمين كتير من مصر هنا لأنهم يعرفوا قيمة المصري في العلم، بيعرفوا قيمة المصريين في العلم، ويعرفوا قيمة المدرس المصري. وكمان رواتبهم بتبقى عالية. يعني لما معلم يقعد في الشهر 3000 ريال ب 15000 جنيه، الأفضل للمعلم السفر ولا يقعد هنا يقعد 3000 جنيه أو 2000 جنيه؟ السفر طبعا. هي دي النقطة اللي احنا بنحكي فيها، ان المعلم لازم أن يكون لكن النهارده احنا نلاقي موظف الكهرباء اللي طالع من تحت ايد المعلم، يعني موظف كهرباء شغال اداري طالع من تحت ايد المعلم وراتبه 5000، والمعلم اللي هو علمه ووصله للمكان اللي هو فيه ده مرتبه 2000 جنيه. النهارده وكيل النيابة لما مرتبه ب 20000 جنيه وطالع من والمعلم اللي هو علمه وهو اللي وصله للمكان اللي هو فيه ده راتبه 2000 جنيه. فدي كلها امور لازم الدوله نفسها تعيد النظر فيها. لازم تقدر المعلم وتهتم بالمعلم
وتدي المعلم حقه، لان المعلم ده هو عمدان واساس وقواعد الدوله. صح. من غير المعلم الدوله تنهار. من المعلم خصوصا ان ده الفتره دي برضو في يعني في مشاكل كتير قوي ليها علاقه بالتعليم والمدرسين والطلبه، وخصوصا في الثانويه عامه. صحيح. يعني كمان المدرس تقريبا بيشيل ثالثه ثانوي من بدايتها. بالظبط بيشيل كل الطلبه بتاعه ثالثه ثانوي، ايا كانت ايه الماده، ايا كان ايه المدرس، ايا كان ايه اصلا علمي او ادبي، بس المدرس فعلا شايل سنه كامله. صحيح. بعيدا بقى عن هو بياخد كام او بيلجأ مثلا لدروس خصوصيه، بس المدرس سنه كامله شايل طالب ثالثه ثانوي، شايل ضغوطات وشايل توتر الطالب نفسه. كمان مفيش اهتمام زي الاول بالمدارس. يعني النهارده صح. نلاقي المدارس فيها عجز مقاعد وكراسي والطلبه كمان ما بقتش بتلجأ للمدارس، لا ولا تعليم مثلا مدرسه او ان هروح والكلام ده. الاغلب بيلجأ ان هو يروح يدفع رسوم وياخدها منازل ودروس كمان. ودروس. يعني الفتره دي وكمان يعني حتى في الدروس المدرس مش بيشرح. يعني دلوقتي تروح الدرس، الاول كنا في الدروس الخصوصيه دي كنت تقعد قدام المدرس ويشرح والكلام ده كله. دلوقتي النهارده الدروس الخصوصيه بتروح تلاقي المدرس كاتب لك المذكرات او الملخص وتاخديه وتمشي ربع ساعه وانت مع بالظبط. صح. وانت مع نفسك في البيت تذاكر تنجح خلاص. لكن هو ده. لكن اللي احنا كمصريين عامه يا استاذه شروق فينا عيب ان احنا بنشتغل على قد الاجر. صح. المصري عامه. يعني انا اتعاملت مع جنسيات كتير وسافرت بره، ما شفتش حد عنده النقطه دي غير المصريين. اديتنا 20 جنيه بشتغل على قد ال 20 جنيه وخلاص على كده. اديتنا 50 جنيه بشتغل على قد ال 50 جنيه خلاص على كده. اديتني 100 جنيه بشتغل على قد ال 100 جنيه خلاص على كده. عندنا مش فاهمين ان احنا مثلا في رساله احنا المفروض نقدمها. بالظبط. دلوقتي لا، دلوقتي انا شغال علشان فلوس. صح. يعني حاليا المصريين كلهم كده. لكن تلاقي في ناس تاني واعيه وناس مثقفه رغم انها بسيطه برضه ودخلها محدود ومش ثريه ولا عندها مثلا املاك ولا الكلام ده، لكن تلاقيه بيحب عمله، بيحب صح. مهنته. هو شايف ان لما يقدم جيل او الحاجه كويسه هو ده نجاحه في الحياه فعلا. لان فعلا النجاح مش ان انا اوصل للي انا عايزه، النجاح ان انا حققت ايه في اللي انا وصلت ليه. ده النجاح كمان الحقيقي. طلبه لما بتوصل مثلا لحاجه معينه، دكتور او كده، ويشوف المدرس بتاعه حقيقي بيفضل فخور بيه طول الوقت. بالظبط فعلا. لا احنا لغايه النهارده ما نقدرش، وفي احنا الجيل بتاعنا ما نقدرش نشوف مدرس معدي من اللي كان بيدينا زمان في ابتدائي او اعدادي وابقى ماسك سيجاره في ايدي تلقائيا كده من نفسنا. اول ما نشوف واحد فيهم نلاقيه حتى اللي كان بليد او فاشل في الدراسه لغايه النهارده يحترم المعلم بتاعه، يشوفه ممكن يلف من ناحيه او يدار وشه منه. باختلاف الجيل بتاعنا خالص، باختلاف الجيل اللي لا الجيل ده جيل بيكا ورمضان شايفين نماذج بيقتدوا بنماذج بيجيبوها على التلفزيون ان هم بلطجيه وصيع، وشايفين هو ده الراجل. دي نقطه برضو بتعلمهم حاجات سلبيه كتير. يعني الاهل ليهم دور في ده. بالظبط. يعني خلينا دلوقتي نقول ان احنا محتاجين نعالج مشاكل كتير قوي فعلا. في مشاكل على كتير. رأسها مرتب المعلم. دي اهم نقطه كمان. يعني المفروض مصر كلها تتحد وتدعم المعلم في زياده الاجر بتاعه. وكمان برضو خلينا نقول ان معظم المعلمين دلوقتي، في معلمين كتير قوي ما بتراعيش ضميرها في شغلها. صحيح. يعني يبقى المجموعه مثلا جايب 50 طالب وياخد منهم بتاع نص ساعه ربع ساعه وكده خلاص خلصنا. ده حقيقي. لكن ده بيرجع للنقطه اللي انا بقول لك عليها، المصري عنيد والمصري دماغه ناشفه. المصري في اي مجال بيشتغل على قد اللي انت بتديهولي. زي موظفين الحكومه كده مرتبه 1000 جنيه يروح يشتغل الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 9 ويقول لك خلاص كده على قد فلوسهم اشتغلت. والمواطن بقى بره يجي في يخلص ورقه وما يخلصش، هو شايف نفسه مظلوم، شايف ان انا ما ينفعش اشتغل من 8 ل 2 بال1000 جنيه. وده اللي بنقول عليه ان المفروض المواطن اللي يلاقي او الموظف اللي يلاقي اجره مش قد عمله مش هيقد عمله بيه يسيبه للي هو اللي يقدر يعمله. صح. دي حقيقه. لو احنا من جوانا
رضينا بحالنا ورضينا باللي احنا وصلنا ليه ورضينا بالوضع اللي احنا عايشين فيه، هنأدي عملنا وكل الناس هترتاح وكل واحد هيأدي عمله بضمير، ومحدش فينا هيتعب ويرتاح في اي مصلحة حكومية او مدرسة او الكلام ده. لكن زي ما بقول لحضرتك ان فعلا المصريين فيهم العادة دي ان هو بيشتغل على قد الاجر بتاعه. حتى الصنايع، الراجل الحرفي سواء المبلط المبيض المحارة او المبلط او النجار، لو راح تتفق على شقة ب1000 جنيه غير اللي بيتفق على شقة ب3000 جنيه او 1000 جنيه في يومين يخلصها، يقول لك على قد فلوسه. لو اديتيه 3000 جنيه يقعد فيها اسبوع، لو اديتيه 5000 جنيه يقعد فيها 15 يوم، لو اديتيه 10000 جنيه يقعد فيها شهر. طب ليه؟ ما انت هي دي نفس الشقة اللي خلصتها في يومين. يقول لك لا اصل ده دافع لازم ياخد حقه. فهو فعلا المصريين عامة كلهم، حتى الستات كده، يعني حتى الستات في البيوت جوزها لو ساب لها مثلا 100 جنيه ماشي مصروف اليوم، بتجيب له الحاجات اللي هي الحاجات اللي هي على قد، وتقول لك على قد فلوسك اللي سايبها. يعني مش ان انا مثلا اعرف اتصرف مثلا او اجيب حاجه اقتصاديه، لا ساب لي 50 جنيه اروح اجيب له بيض وجبنه والكلام ده، يقول لك على قد فلوسه. في ستات برضو بتعرف توفر، يعني في ستات بتعرف توفر. بس هو فعلا هو غريزه فينا احنا كمصريين. لا ده غريزه فعلا ان احنا على قد فلوسك اديك شغلك في كل حاجه، حتى في الصناعيه، حتى في ستات البيوت مع ازواجها في بيوتها. المعلم نفس القصه. لكن المعلمين زمان اللي بنقول عليهم، المعلم اللي هو كان في جيل الثمانينات والتسعينات ده كان بيروح فعلا، كانت اجره ملاليم. يعني كان المعلم اجره 60 جنيه وكنت تروح تبص تلاقيه رايح قبل الطالب. تلاقي المعلم رايح في المدرسه واقف في الطابور قبل الطلبه اصلا ما تطلع من بيوتها، ويدخل الفصل يقفل الباب على نفسه. لولا الطالب ده يحفظ ويسمع ويعرف ويفهم، لولا يفتح له الباب ويقول له روح او اطلع فسحه. كانت المعلمين بتحرم الطلبه من الفسحه عشان تقعد تشرح لها. يعني لو شرح الدرس وسأل الطلبه فيه وما عرفتش الطلبه تجاوب، كان المعلم بيحرمهم من الفسحه ويقعد الفسحه يشرح لهم، على اساس ان هو يعني هو كان بيعاقبهم هم، مش بيعاقب نفسه. هو شايف ان كان بيعاقبهم ان هو يحرمهم من الفسحه عشان يتعلم. كانوا بيضربوا ويعبطوا ويمدون على الفلكه. لكن فعلا كانت في جيل بتطلع لغايه النهارده، حتى اللي خد فينا مؤهل متوسط تلاقيه فاهم وتلاقيه متاسس صح وتلاقيه عارف الاحترام والتقدير وعارف قيمه المعلم. يعرف قيمه قسوه المعلم عليه بعد ما بيوصل. صحيح. يعني احنا دلوقتي برضو في نفس الحته بتاعه الجيل اللي احنا فيه. الجيل اللي احنا فيه ما بقاش بنسبه مثلا 80% الطالب يحترم المدرس بتاعه. ده حقيقي فعلا. مش متوفر للمدرس مثلا زي ما قلت راتب كويس. مفيش حاجه تخلي المدرس يسعى، فالمدرس بيسعى في مكان تاني خالص في بلد بره. صحيح. فانا بدل ما افيد بلدي انا فدت بلد تانية بره، ايا كانت البلد ايه، يعني بلد وطنيه يعني عرب، ايا كان البلد اللي انا رحت ادرس فيها. بس في نفس الوقت انا بفيد ناس تانية، انا مش بفيد الطلبه بتوعي وانا اسمي عايش فيها غريب. فبالتالي احنا بقى عندنا فعلا فوضى في التعليم، سواء من الطالب او من معظم المدرسين كمان. ان المدرس بقى يهمل قوي الموضوع، او ممكن يشوف ان الطالب انا مش مذاكر او بتاع. ما فيش بقى اللي هو لا انت لازم هتيجي مذاكر يا اما في عقاب. لا دلوقتي ما بقاش في عقاب، ما بقاش في الكلام بتاع زمان، اجيال زمان، احترام المدرس، خوفي منه يخليني اذاكر. يعني انا لو خايف مثلا من المدرس بتاعي وهو محببني في الماده بس بطريقه صح، زي ما حضرتك قلت زمان كان يحرمك مثلا من الفسحه او من البريك اللي انت هتاخده علشان انت هتذاكر الحته دي. صحيح. فانت كنت بتذاكر الحته دي وخلاص غاوي تذاكرها عشان انت خلاص هتخلص وتخرج. فعلا بالظبط. فهي فعلا المعلم لازم كله يتحد ويدعم المعلم على اساس اجر المعلم، ويكون ليه امتيازات تاني في الدوله هو واهله. يعني احنا مثلا النهارده نشوف مثلا اللي شغال في شركه السكر ليه تامين هو واهله. لو اهله اخوه، لو بنته، والدته، والده، مراته، ابنه عايز عمليه او عايز اي شيء، تلاقي ان هم بيوفروا له ده. لكن المعلم لا،
المعلم عشان بيلف النهارده يعمل عمليه على التامين بيتبهدل، بيضطر انه يغيب يوم واثنين وثلاثه، كل ده بيتخصم من المرتب بتاعه لو هو ما عندوش رصيد اجازات. فلازما فعلا المعلم ده شيء عظيم في الدولة، وهو أساس الدولة، لأن فعلا الدولة لو قواعد وعمدان وسقف، فالمعلم بيكون هو القواعد والعمدان، احنا مجرد السقف. لو انهار القواعد والعمدان دي انهارت، السقف كله يجع، يعني الوطن كله يجع. اوفر له مستوى كويس عشان هو يوفر لي تعليم كويس ويقدر يديني المعلومه. جيل كويس، جيل ناجح، وجيل عنده رؤيه وفكر وثقافه، صح. يعرف يخدم وطنه ويعرف يأدي بلده، لان زي ما قال النائب ضياء الدين داوود، مش هيحترم الطريق غير اللي اتعلم كويس، ومش هيحترم الوطن غير اللي هو اتعلم كويس. لان فعلا التعليم ده هو زي ما احنا قلنا، العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. النهارده لو بيت ما فيهوش واحد متعلم بيخرب، صح. بيكون عندهم جهل، ما يعرفوش تفاهم، ما يعرفوش اي ثقافه، ما عندهمش، ما يعرفوش اي حاجه. حتى اولادهم بعدهم بيطلعوا كده. النهارده مستحيل واحد يكون جاهل امي مش متعلم ويقدر يخلي ابنه يروح المدرسه، صح. ما يقدرش يعمل كده. وكمان خلينا برضو متفقين ان مش كل اللي متعلم ودارس عارف الاخلاق وعارف صحيح. القيم والكلام ده. يعني انا بقول لك مثلا لو طالب في ثانويه عامه وشايف ان المدرس ده قريب منه في السن، هو مش بيحترمه بالظبط، بس لمجرد ان هو قريب منه في السن، فدي برضو مشكله. بس ده بيكون من الاهل نفسهم، هو ناتج طبعا الاهل والمجتمع. احنا كلنا بالزبط. دلوقتي الجيل بتاعنا كده، لان هو بيروح المدرسه في سن 6 سنين او حاليا دلوقتي 7، في خلال ال7 سنين دول بيكون دور الاهل، صح. المفروض الاهل تعلم ابنها ده صح، ده غلط، ده حرام، ده حلال، ده ما يصحش يتعامل، ده يصح يتعامل. الكبير عنك تحترمه، الكبير عنك تقول له يا عمي، لو واحد افجر منك ما تعايروش، ما تاكلش حاجه قدامه. كل ده كان بيتقال لنا احنا زمان، ما تنزلش الشارع بالاكل عشان ممكن جارك هيخرج شخص سوي، هيخرج شخص بيطلع هو خلاص الحاجات دي اتغرزت فيه، لان الطفل بيكون عقله وذهنه صافي، اي حاجه بتقولها له حسب تاسيسك بالظبط، يعني انت حسب ما هتاسسه على ايه. لكن زي ما بقول لحضرتك، الناس اللي هي مش متعلم وما عندهاش فكر ولا ثقافه، ولا حتى تلاقيها بتعلم ابنها القسوه، ما تخليش ابن عمك يبص لك، ما تخليش ابن عمك يكون احسن منك، ان ضربك اضربه، وان مش عارف عامل لك ايه، مقارنات ومشاكل بتعمل بيخرج لنا شخص غير سوي. بالظبط. فهو بيطلع خلاص لانه هو الطفل مش هيسمع الا كلام اهله، صح. الطفل لو بره قالوا له الحاجه دي غلط ورجع سال اهله في البيت وقالوا له لا مش غلط، هيصدق اهله مش هيصدق اللي بره، صح. فاحنا لازما الاسره بيكون عليها دور كبير في خلال ال6 سنين اللي انت بتسلم فيها ابنك للمدرسه. ولازم المدرسه ليها دور والاسره ليها دور، حتى بعد ما يرجع من المدرسه انت عليك دور كبير، ان انت لازم تراجع وراه وتراقب وراه، عملت ايه النهارده، يومك كان ماشي ازاي، في حد غلط فيك، في حد كلمك، طب مثلا اللي زعلك ده عملت ايه معاه كده، اصاحبه. بالظبط. أيوة. لكن دلوقتي مفيش الكلام ده، لا تلاقيها الست قاعده دلوقتي على النت، ابنها جاي من المدرسه يرمي الشنطه هنا واقلع البس، خد لك اي حاجه من الثلاجه كلها كده. مفيش اهتمام زي الاول. كانت حتى زمان في الفتره اللي فاتت دي، كانت رغم ان اهالينا كانوا ما كانوش متعلمين وكانت حياتهم بسيطه، اللي كانوا يعرفوا القيم والمبادئ، لان هم طلعوا اتاسسوا عليها من اهلهم. ما كانش في تعليم، لكن كان في قيم ومبادئ اتاسسوا عليها. يعني والدتك اللي عاشت زمان، ممكن تكون والدتها ما كانتش متعلمه وهي مش متعلمه، لكن طلعوا تأسسوا عليه على الحرام والحلال، الصح والغلط، اتعلموا عندهم قيم ومبادئ واحترام والاخلاق، وازاي حتى النهارده مستحيل تلاقي ست من بتوع زمان. يعني النهارده لما اسال والدتي مثلا زعلت كم مره انت وهي، ما تفتكرش ان هي سابت في بيتها مره ومشي، او زعلت مثلا في مره ومشي، كان في تفاهم. لكن النهارده الواحده بتزعل في الشهر 25 يوم و5 ايام بس اللي بتبقى بصراحهم مع جوزها في البيت. فاحنا برضو بنوجه رسالتنا للاهل ان هم يخلي بالهم من اطفالهم،
ومن ولادهم ومن بناتهم، خاصة اللي في الكليات وفي الثانوية، لأنهم بيكونوا في مرحلة خطر جدا لازم أراقبها. ما ينفعش أقول إن البنت بموت راجل، من الكلام ده ما ينفعش. مفيش حاجة اسمها بنت بموت راجل. البنت بنت، حتى لو هي شخصيتها قوية اسمها بنت، من جواها ضعيف. هل بنت مثلا دلوقتي لما تكون ماشية في الشارع وطلع عليها 2 صيع، دي اقدر اقول عليها بموت راجل؟ ايه التصرف اللي هتقدر تتصرفه؟ لو اتحطت في موقف صعب ومش عارفه تتواصل مع اهلها، ايه التصرف اللي هتقدر تتصرفه وهي وحدها؟ فاحنا بنوجه رسالتنا لكل الناس ان هي تدعم المعلم وتقف جنب المعلم في زياده الاجور بتاعته، لان هو يستحق اكتر ما نتصور. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. استنونا في حلقة جديدة من برنامج من الناس وللناس.